المحللين المصريين كيردوا على أناحي ويقولوا أن المغرب منتخب الغشاشين. يتساقطون ارضا واضاعه الوقت، هل تتفق فيما ذكر؟ لا تماما، لا بالعكس، ده المنتخب المصري اكثر ضحيه من الاسلوب ده. بالعكس الاسلوب ده بيجيدوا المنتخب المغربي بشكل كبير جدا. بالعكس الاسلوب ده بيجيدوا المنتخب المغربي بشكل كبير جدا. مؤخرا لاعب المنتخب المغربي عز الدين أناحي جعل المصريين قال واحد تصريح ماشي سهل انك تقول انت لاعب محترف. قال ان المنتخب المصري منتخب ما كيستحقش دوك الالقاب اللي خدا، حيتاش خداهم بطرق ملتويه، ما كيلعبوش الكره، كل ما كيديروا هو كيماركيو عليك بيت وكيبداو يتساقطوا في التيران واحد بواحد. هادشي اللي قال أناحي جعل الاعلام المصري ما تقبلوش داك التصريح. الدين أناحي نجم منتخب المغرب. أناحي نجم المنتخب المغربي. أناحي نجم المنتخب المغربي. عز الدين أناحي لاعب المغرب. التصريح ديال أناحي لصحيفه لا بروفانس الفرنسيه دار واحد الضجه اعلاميه كبيره، كاين اللي معاه وكاين اللي ضده. اللي معاه بطبيعه الحال هما المغاربه والناس اللي ديجا كيتفرجوا في المباريات ديال المنتخب المصري في كاس افريقيا، والناس اللي ضده هما الاعلاميين المصريين والشعب المصري ككل. ولكن الا جينا نشوفوا الحقيقه وندقوا في هادشي اللي قال أناحي فغنلقاو انه عنده الحق نسبيا في داكشي اللي قال. فعلا المنتخب المصري كيدير هاد الستونات، واخر مره لعبنا ضدهم في الربع النهائي ديال كاس افريقيا سنه 2017 في الكابون، فاش ماركاو علينا بيت في الدقيقه 86. كملوا الماتش بالتمثيل والسقوط والتضييع ديال الوقت. وهادشي للاسف ما كاينش غير في المنتخب المصري، كاين في بزاف ديال المنتخبات الافريقيه، وماشي غير المنتخبات، راه حتى في الانديه. الا كنتي كتبع دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الافريقيه غادي تلقى نفس البلانات، نفس السنات، نفس السيناريوهات كيتعاودوا، فاش كيربحوا كيضيعوا لك الوقت. وافريقيا فيها هادشي بزاف مقارنه مع اسيا واوروبا وامريكا اللاتينيه. في افريقيا غادي تلقى العجب والعجاب، غادي تلقى السحر، غادي تلقى التلاعب في المباريات، غادي تلقى الحكام كيتشراو، غادي تلقى ظروف الاستقبال ماشي في المستوى. يعني هادشي جاري به العمل داخل القاره السمراء. وشفنا الرد ديال لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد على أناحي، كيقول انه الا كان هادشي اللي قال أناحي صحيح خاصو يدير بحالنا ويخطى هو الالقاب، بحال الا بغى يقول لك اللي قال العصيده بارده يدير فيها يدو. يعني الا كنتي تدعي اننا كنربحوا بالطرق الملتويه فدير نفس الشيء وربح بحالنا.